السلام عليكم طلابنا وحبايبنا طلاب الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي. إحنا زي ما قلنا ووضحنا مع بعضينا وحدة جغرافيا بحالها، اتكلمنا على قارات العالم وتضاريس القارات والمناخ اللي موجود في القارات، والدروس كلها هتلاقيها دلوقتي متاحة موجودة على القناة كلها. هنبدأ بقى نتكلم عن التاريخ ونشوف التاريخ بتاعنا بيقول إيه وبيتكلم عن إيه. في البداية خالص زي ما أنت شايف عنوان أول درس للتاريخ عندك هو مصر بين المماليك والعثمانيين. طبعا أنت عارف مصر كلنا عارفينها، لكن إيه بقى المماليك وإيه العثمانيين وليه مصر موجودة ما بينهم هما الاتنين؟ ده السؤال بقى اللي إحنا هنجاوب عليه النهاردة ونتعرف عليه ونشوفه كده. في البداية خالص إحنا عندنا عالم اسمه العالم الإسلامي اللي هو عبارة عن الدول المسلمة. العالم دوت في القرن الخمستاشر أو بداية القرن الستاشر، في الفترة المشتركة ما بين القرنين دول، العالم الإسلامي ده بدأ يشهد صراع. بدأ يشهد إيه؟ يشهد صراع. صراع إزاي؟ يعني خناقة دايرة في العالم الإسلامي ما بين ثلاث قوات أساسية. أول واحدة فيهم هم المماليك، والتانية هم الصفويين أو الدولة الصفوية، والثالثة هي الدولة العثمانية. طالما قلت لك صراع جوه العالم الإسلامي يبقى أنت كده فهمت إن الثلاثة مسلمين والثلاثة بيتصارعوا مع بعض. طب إيه الهدف من الصراع؟ كلهم عايزين يوصلوا لحاجة واحدة بس، هي زعامة العالم الإسلامي. يعني كل دولة من دولة شايفة ان هي تستحق تكون هي زعيمة العالم الاسلامي، هي الكبير بتاع العالم الاسلامي. يبقى اذا احنا عندنا صراع حصل ما بين ثلاث قوات اساسية في العالم الاسلامي، هم المماليك والدولة الصفوية والعثمانيين. الهدف من الصراع ما بين الثلاثة ده هو ايه؟ هو زعامة العالم الاسلامي. زعامة وخناقة دايرة على مين يكون زعيم العالم الاسلامي. طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي هيتم بعد كده عندنا في الخطوة دي؟ عايز بقى اعرفك عن كل واحدة من دول واعرفك مين اللي انتصر اصلا. طيب المماليك دول مكانهم فين؟ ده والله دولة كانت موجودة في مصر والشام، وهتضم ليها كمان الحجاز وساحل البحر الأحمر. الساحل الشرقي بالبحر الأحمر اللي موجود في قارة أفريقيا ده كان تحت سيطرة دولة المماليك. يعني أنت كده المفروض عارف الخريطة، شفت الخريطة بالدروس اللي فاتت. مصر عارفها، الشام دي اللي هي إيه؟ اللي هي دلوقتي بنسميها سوريا ولبنان وفلسطين، الثلاثة كده على بعضيهم. الحجاز اللي هي دلوقتي بنقول عليها الجزيرة العربية أو السعودية بالتحديد. ثم بعد كده ساحل البحر الأحمر، منطقة البحر الأحمر، الساحل، الشواطئ بتاعت البحر الأحمر، السهول الساحلية بتاعت البحر الأحمر دي تحت سيطرة مين؟ تحت سيطرة المماليك. طيب يبقى احنا عندنا في مصر دولة اسمها المماليك. دولة مين؟ دولة المماليك. مركزها فين؟ مركزها في مصر. نشأت فين؟ نشأت في مصر. قوتها فين؟ قوتها فين؟ قوتها في مصر. دولة المماليك دي كانت دولة قوية أوي 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 أوي. دولة قوية لدرجة بعيدة، يعني دولة إن هي تبدأ في مصر وتاخد كل المناطق دي، ده دليل إن هي دولة قوية. وتقدر كمان تحافظ طول السنين اللي قعدتها على المناطق دي، محدش يقدر إن هو يخرج تحت عن طوعها أو يخرج عن سيطرتها من المناطق دي. ده يثبت برضو إن هي دولة قوية. لكن الدول عاملة زي البني آدم، بتتولد صغيرة أهي. المثال إن هي اتولدت في مصر، بتبدأ تكبر، خدت الشام، خدت الحجاز، خدت البحر الأحمر. الإنسان كمان بيبدأ يكبر. لما الإنسان بيبدأ يكبر بيبدأ إن هو يكبر في السن ويضعف. يكبر في السن وإيه؟ ويضعف. فإذا أنت كده فهمت من كلامي إن دولة المماليك بدأت تضعف. بدأت إيه؟ بدأت تضعف. طب دولة المماليك هنا بتبدأ تضعف لشوية أسباب. فيها أسباب اقتصادية، إن حصل اكتشاف اسمه اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح.
طب لما الناس او لما العالم والدول الاوروبيه او البرتغاليين يكتشفوا طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح، المماليك ايه اللي يأثر عليهم؟ اما تيجي تبص على موقع مصر هتلاقي ان الدول بتاعت اوروبا في الفتره دي كان عندها تجاره كبيره قوي مع الهند. فانا ساكن في اوروبا، علشان اوصل للهند اللي هي في شرق اسيا لازم هعدي من البحر المتوسط، ومن البحر المتوسط هنزل البحر الاحمر، ومن البحر الاحمر هتحرك اوصل للمحيط الهندي، ومن المحيط الهندي للهند. انت اكيد شفت الخريطه واكيد عارف. طيب انت بتعدي من البحر المتوسط للبحر الاحمر منين؟ ما انت بتعدي يا باشا من مصر. طب طالما بتعدي من مصر، دولة المماليك هتعديك كده لله؟ لا، هتاخد بقى فلوس وتاخد رسوم، او تاخد من التجارة بتاعتك وتبيع لك وتشتري لك، فدولة المماليك بتستفيد. طب ايه طريق رأس الرجاء الصالح؟ ده طريق قال لك احنا هنوصل للهند بس مش هنعدي من مصر. امال هتعمل ايه؟ انا هاخد لفة كاملة حوالين قارة افريقيا. ابدأ كده بصباعك على الخريطة، حط صباعك على الهند وامشي شمال كده في المحيط الأطلنطي، تفضل ماشي جنب أفريقيا، أفريقيا في آخر أفريقيا من تحت خالص من الجنوب، خش يمين على المحيط الهندي هتلاقي نفسك وصلت للهند. يبقى طريق رأس الرجاء الصالح ده هيسهل التجارة ما بين أوروبا والهند عن طريق الدوران لفة كاملة حوالين قارة أفريقيا. هيلفوا لفة كاملة، لفة كبيرة حوالين قارة إيه؟ حوالين قارة أفريقيا. إذا هم مش هيعدوا من عند المماليك، مش هيعدوا كده من مصر. فالفلوس اللي كان بياخدها المماليك منهم علشان يعدوه ما بقوش بياخدوه. فطبعا بتعمل عجز كده، احنا بقى عندنا فلوس محتاجينها مش معانا. فده حصل بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الايه؟ الصالح. يبقى ضعف الاقتصاد وضعف تجارة دولة المماليك بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. والسبب الثاني هو تحطم أسطول المماليك في معركة ديو البحرية. يعني الأسطول بتاع المماليك والأسطول التجاري بتاع المماليك دخل في معركة اسمها معركة ديو البحرية. مش عايزك تعرف المعركة ضد مين، بس هي ضد البرتغاليين. لما دخل في معركة ديو البحرية ديت، الأسطول بتاعه كمان اللي كانوا بيعتمدوا عليه في التجارة ويدافعوا بيه عن نفسهم اتدمر. فإحنا حتى الناس اللي بتجيلنا علشان تتاجر معانا ما بقوش بيجوا. طب لو احنا عندنا بضايع وعايزين نروح نبيعها احنا عند الناس دي مش هنعرف، لان الاسطول بتاعنا ايه؟ اتكسر. فبالتالي احنا بقينا قاعدين جوه البلد بتاعتنا لا عارفين نبيع لحد ولا نشتري من حد ولا حد يعدي من عندنا ناخد منه فلوس ولا اي حاجه خالص. المماليك ما بقوش عارفين يعملوا اي مصلحه. فبالتالي السببين دولت هم ادوا الى ضعف دوله المماليك اقتصاديا. يبقى الأسباب الضعف الاقتصادية لدولة المماليك هم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحطم أسطول المماليك في معركة ديو البحرية. المماليك ما يسكتوش على كده. المماليك هعرفك عن تاريخهم ان هم طول تاريخهم وهم عمالين يحاربوا في بعض. يعني انا واحد من المماليك وصلت للحكم، في واحد تاني من المماليك هيقعد كل شويه يحاربني لحد لما يموتني وياخد مني الحكم. بعد هو نفسه لما يمسك الحكم يجي واحد يحاربه ويموته لحد ما ياخد الحكم. فالمماليك حتى وهم ضعاف وفي صراع على الزعامه عمالين يحاربوا بعض وعمالين يموتوا بعض وياخدوا الحكم من بعض. فاذا احنا عندنا اسباب اقتصاديه بتضعف دوله المماليك، وعندنا كمان ازمات سياسيه. يعني جوه دوله المماليك ذات نفسها السياسه مش احسن حاجه. السياسه ايه؟ مش احسن حاجه. اول حاجه المماليك عاملينها هي النزاع على السلطه اللي انا لسه قايل لك عليه. كلهم بيتخانقوا على السلطه، كل واحد شايف ان هو يستحق يكون الملك، يستحق يكون السلطان. انا استحق اكون السلطان، وده يستحق وده يستحق وده يستحق وده يستحق وده. كل الناس شايفه انها تستحق، فنحصل ايه؟ كلنا نضرب في بعض، والاقوى مننا هو اللي ياخد الحكم وهو اللي يوصل للحكم في الاخر. فبسبب النزاع على السلطه والنزاع والخناقات الكتيره دي كلها طبعا مش هيبقى في امان. هيبقى في امان منين لما كله بيضرب في بعضيه؟ هتؤدي الى اضطراب الامان، ولما يضطرب الامان يحصل كثره الفتن والثورات الداخليه. يعني ايه الكلام ده؟
يعني احنا كلنا بنضرب في بعض علشان السلطه، فاحنا طالما بنضرب في بعض احنا مش فاضيين نعمل امان، مش فاضيين نضرب بالحراميه ولا نقبض على الناس الشمال ولا نعمل اي حاجه، فاضطرب الامان. فالناس كلها بقت كمان هي بتضرب في بعضها، وكل الناس زعلانه ومتضايقه من بعضها وبتحارب بعضها. كثره الفتن، لما كثرت الفتن بدات الثورات الداخليه هي كمان تزيد، الناس بدات تعمل ثوره، زعلانين من حكم المماليك، عمالين يضعفوا في دوله المماليك ايه اكتر واكتر واكتر واكتر. كل ده هيؤدي الى ايه؟ الاسباب دي بقى كلها مجتمعه مع بعضيها هتؤدي الى ضعف قوه المماليك العسكريه. الجيش بتاع المماليك والجيش المصري في الفتره دي اصبح ضعيف. دي النقطه اللي عايزك تحطها في دماغك عشان هنرجع لها تاني. يبقى انت كده اذا عرفت ان في مصر دوله اسمها دوله المماليك، دولة كبيرة كانت في مصر والشام والحجاز وفي سواحل البحر الأحمر اللي هي في أفريقيا. ضعفت اقتصاديا بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحطم أسطول المماليك في معركة ديول بحرية. وضعفت سياسيا بسبب النزاعات على السلطة وبسبب اضطراب الأمان وكثرة الفتن والثورات الداخلية. كل ده أدى إلى ضعف القوة العسكرية. أصبح الجيش ضعيف، ما يقدرش إن هو يدافع عن الدولة دي كلها، الدولة الكبيرة أوي 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 دي يا جماعة. طب مين الدولة الصفوية؟ مين الصفويين؟ قال لك الصفويين ديت دلوقتي هي الدولة اللي احنا بنسميها إيران. اسمها إيه؟ اسمها إيران. اسمها إيه؟ اسمها إيران. عاصمتهم تبريز. عاصمتهم مدينة اسمها مدينة إيه؟ مدينة تبريز. يبقى دلوقتي احنا بنتكلم على الدولة الصفوية، هي دولة زي المماليك كده بس موجودة في إيران. عاصمتها ايه؟ عاصمتها تبريز. عاصمة دولة المماليك هي القاهرة اللي هي لسه لحد دلوقتي. طيب الدولة العثمانية دي موجودة حاليا في تركيا. حاليا فين؟ في تركيا. الثلاث دول دول يا شباب هم اللي بيتخانقوا مع بعض وبيتصارعوا مع بعض على زعامة العالم الإسلامي. بيتصارعوا مع بعض على ايه؟ على زعامة العالم الإسلامي. مين أقواهم؟ أقواهم هي الدولة العثمانية. مين أقواهم؟ أقواهم هي الدولة العثمانية. وطالما قلت لك إن الدولة العثمانية هي أقواهم، هي الدولة العثمانية هي اللي هتنتصر في الصراع. هي اللي إيه؟ هي اللي هتنتصر. طيب أول ما الدولة العثمانية تبدأ تفتح عينيها كده وتفوق للصراع ده وتبدأ تخش الصراع بقوة كده وتبقى عايز تنتصر، هتخش على الصفويين وهتهزم الصفويين وهتدخل عاصمتهم تبريز في معركة جالديران. في معركة إيه؟ معركة جالديران. السلطان العثماني سليم الأول. السلطان العثماني إيه؟ سليم الأول. يبقى الدولة العثمانية في فترة السلطان العثماني سليم الأول قدرت إن هي تقضي على الدولة الصفوية اللي مركزها إيران، ودخلت عاصمتها تبريز في معركة جالديران. في معركة إيه؟ معركة جالديران. يبقى نفوق كده مع بعضينا ونشغل بعضينا. الدولة العثمانية مين السلطان؟ مين اللي بيحكمها؟ سليم الأول. هجمت على الدولة الصفوية. الدولة الصفوية دي دلوقتي أجيبها منين؟ هلاقيها موجودة في إيران. طب سليم الأول لما هجم نجح ولا ما نجحش؟ نجح ودخل عاصمتهم تبريز. طب المعركة اللي حاربوا بعض فيها دي اسمها معركة إيه؟ اسمها معركة جالديران. معركة إيه؟ معركة جالديران. وسليم الأول بعد لما يخلص على الصفويين هيتجه على الشام. طب الشام تحت حكم مين؟ الشام تحت حكم المماليك. يبقى إذن هو دلوقتي كده راح عشان يحارب المماليك هم كمان. وهينجح إن هو يستولي على الشام وهينجح إن هو يستولي كمان على مصر. بس قبل ما أقول لك القصة بتاعته عايزين نغني الحتة دي عشان نحفظها مع بعضنا. يلا مع بعضنا. في الدولة الإسلامية ظهر عندنا إيه؟ ظهر عندنا صراع بين ثلاث قوات أساسية، بين المماليك والدولة الصفوية والدولة العثمانية. المماليك تمام موجودة في مصر وفي الشام وكمان في الحجاز وسواحل البحر الأحمر، وكمان في الحجاز وسواحل البحر الأحمر عندهم في أزمات اقتصادية وكان سببها واضح، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. الأسباب التانية هي تحطم أسطول المماليك في معركة ديول البحرية، وكمان أسباب سياسية اضطراب الأمن وصراع المماليك والثورات الداخلية. اضطراب الأمن وصراع المماليك والثورات الداخلية
كل ده أدى لضعف القوة العسكرية، ودولة صفوية كمان مركزها دلوقتي إيران، ونجح سليم الأول إنه يهزمها في معركة جلديران ودخل عاصمتهم تبريز. والدولة العثمانية تمام سيطرت على مصر والشام، وقضت بكل قوة هي على الدولة الصفوية. طيب سليم الأول لما حب يتوسع، ليه اتوسع وجه على الدول دي؟ العالم دلوقتي، العالم اللي احنا عارفينه كان كبير، عندنا مثلا قارة آسيا، قارة أوروبا، قارة أفريقيا. اشمعنى مثلا سليم الأول وليكن نضرب مثال مثلا مرضاش يجي على قارة أوروبا؟ يعني ليه قدامه قارة أوروبا مرضاش يتوسع في قارة أوروبا مع إن أوروبا قريبة منه برضه مش بعيدة يعني؟ اشمعنى سليم الأول فكر إن هو يجي ناحية الدول دي في الشرق ويسيب الدول اللي في الغرب؟ يعني السؤال هنا بيقول لك، أنا لما أسألك سؤال إيه أسباب توسع سليم الأول في الشرق بدل الغرب؟ يعني ليه جه يتوسع، أو بما تفسر توسع السلطان سليم الأول في الشرق بدل الغرب؟ هقول لك في سببين. أول سبب هو إن سليم الأول فاهم ومدرك قوي خطورة الصدام مع الدول الأوروبية في الفترة دي. طب ليه ما يقدرش يصطدم مع الدول الأوروبية؟ لأن الدول الأوروبية متفوقة عليه حضاريا وعسكريا. حضاريا وعسكريا يعني عندهم دولة أكبر منه، دولة متقدمة أكتر منه، والجيوش بتاعتها جيوش متطورة أقوى منه هو كمان. فلو راح اصطدم معاهم النتيجة معروفة من قبل ما يدخل المعركة، هيتهزم. يبقى أول سبب لأن سليم الأول أدرك خطورة الصدام مع الدول الأوروبية. بسبب إيه بقى الأسباب اللي هتخليه يفهم نقطة زي دي؟ تفوقها عسكريا وحضاريا. عسكريا وحضاريا. يعني إذن إحنا دلوقتي كسليم الأول ما ينفعش أروح أخبط، ما ينفعش أروح أتكلم مع دول أوروبا ولا أحاول إن أنا أتوسع عندها. ليه؟ لأن حضارتها أقوى مني وجيوشها أقوى مني. لو فكرت بس أقول لهم بم هيفرموه. يبقى إيه الأسباب اللي هتخلي سليم الأول يتوسع في الشرق بدل الغرب؟ الشرق اللي هي المماليك والصفويين أو الدول العربية بشكل عام. لأنه أدرك خطورة الصدام مع الدول الأوروبية بسبب تفوقها عسكريا وحضاريا. وكمان السبب الثاني هو رغبة سليم الأول في السيطرة على مصر. لأن مصر كانت تعتبر قلب العالم الإسلامي. يعني هو علشان يسيطر على العالم الإسلامي هيتعب قوي، لأن العالم الإسلامي كبير. لكن لو جه وسيطر على مصر يبقى هو كده سيطر على العالم الإسلامي كله بضربة صغيرة خالص ضربها لمصر. وفعلا مصر كانت قلب العالم الإسلامي ده، مصر والشام والحجاز وسواحل البحر الأحمر، يعني كل العالم الإسلامي كان في إيد مصر. فضرب مصر خدهم كلهم بسهولة. فدي كانت حركة ذكية من سليم الأول. يبقى إذن سليم الأول ليه فكر يجي على الشرق بدل الغرب؟ لأنه هو أدرك خطورة الصدام مع الدول الأوروبية لأنها متقدمة عنه عسكريا وحضاريا. وهو كان كمان رغبة في السيطرة على العالم الإسلامي عن طريق إن هو يسيطر على مصر اللي تعتبر قلب العالم الإسلامي. هيبدأ فعلا يتحرك، وهيبدأ سليم الأول يجيب الجيوش ويتحرك على مين؟ يتحرك على مصر. أول منطقة هيدخلها سليم الأول في الشام إمارة بنسميها إمارة ذي القار. إمارة إمارة ذي القار. إمارة ذي القار دي طالما هي في الشام تبقى تبع مين؟ تبقى تبع المماليك، صح كده؟ هنا المماليك بقى بدأوا يفوقوا بقى من الغيبوبة اللي هم كانوا عايشين فيها دي. فوقوا ازاي؟ فجأة لقوا سليم الأول دخل عندهم في بلدهم الشام وسيطر على إمارة من عندهم، إمارة ذي القار. يعني خد من بلدهم حتة، دخل عندهم وخد حتة كمان. ومش بس كده يا جماعة، ده مكمل. يعني مش خد حتة راجع هيمشي تاني، لا ده مكمل وجاي على مصر كمان، جاي في الطريق.
طب المماليك هيعملوا ايه؟ ايه الحل في الموضوع ده؟ يبقى اذا كده السلطان سليم الاول جه على دولة المماليك، بدأ أول منطقة يدخلها هي الشام. فأول منطقة سيطر عليها هي إمارة اسمها إمارة ذي القار. إمارة اسمها إمارة إيه؟ ذي القار. بعد إمارة ذي القار هنا هيبدأ، قلت لك المماليك يفوقوا. هيبدأوا يعملوا إيه؟ هيبدأوا يجهزوا جيوش. أول حاجة هتتحرك الجيوش من مصر ناحية الشام بقيادة السلطان الغوري. السلطان ايه؟ الغوري. وهيتقابلوا مع العثمانيين في معركة مهمة أوي 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 أوي، معركة اسمها معركة مرج دابق. اسمها معركة ايه؟ معركة مرج دابق. طيب ليه المماليك يعملوا حاجة زي كده؟ ليه المماليك ما استنوش لما السلطان سليم الأول يجي لهم مصر لحد عندهم ويحاربوه في مصر؟ هقول لك أنا. دلوقتي أنت مثلا، وليكن مثلا عرفنا ان في دولة تانية جاية عايز تحتلنا احنا هنا في مصر. الحل الامثل ان احنا نفضل قاعدين مكاننا مستنيينهم لحد لما يجوا يضربونا ونبدأ ندافع عن نفسنا. طب هم لو ضربونا وما عرفناش ندافع عن نفسنا، هل هيبقى عندنا فرصة تانية؟ مش هيبقى عندنا فرصة تانية. ليه؟ لان هم ضربونا في بلدنا فاستولوا على البلد خلاص. لكن احنا لو خرجنا نقابلهم، رحنا نقابلهم في منطقة بعيدة بقى وضربناهم في المنطقة ديت لكن هم كسبوا، هيبقى احنا قدامنا حل تاني، ان احنا نرجع بسرعة لبلدنا ونحاول ان احنا نجهز نفسنا تاني ونرجع نضربهم مرة تاني. فانت هنا المماليك بيدوا نفسهم ايه؟ بيدوا نفسهم فرصة. اول حاجة عشان سليم الاول ما يكونش استولى على الشام كلها، لان هم لو استنوه في مصر عقبال ما يكون وصل يكون خد الشام كلها خلاص. تاني حاجة عشان تكون فيهم عندهم محاولة تانية، يعني هم هيخرجوا يحاربوه. طب لو هزمهم هيرجعوا بسرعة يستعدوا ويروحوا يحاربوه تاني. لكن لو هم استنوه في مصر وهزمهم خلاص مفيش فرصة تاني. فخرج المماليك بقيادة السلطان الغوري علشان يواجهوا السلطان العثماني سليم الأول في معركة اسمها معركة مرج دابق. طبعا النتائج معروفة، يعني أنا شفت لك وقلت لك حال دولة المماليك كان عامل إزاي. كانت أول حاجة طبعا هزيمة السلطان الغوري. الغوري قائد المماليك اتهزم. تاني حاجة هي تحولت الشام لولاية عثمانية. خلاص سليم الأول خد الشام وأصبحت الشام ولاية إيه؟ عثمانية. بس لسه المماليك لحد دلوقتي عندهم فرصة تاني، عندهم فرصة إن هم يرجعوا مصر ويدافعوا عن مصر من مصر ذات نفسها. يبقى المماليك لسه عندهم فرصة كمان. يبقى اتهزم السلطان الغوري في مرج دابق على ايد سليم الاول وخسر الشام كلها. طيب الفرصة الثانية نقولها بقى بعد الأغنية اللي هنعملها على الحتة دي. نقولها كده إيه؟ أدرك سليم الأول خطورة الصدام بين الدول الأوروبية بسبب تفوقها عسكريا وحضاريا ورغبة السلطان لتوسيع أملاكه كمان، فسيطر على مصر قلب العالم الإسلامي وتحرك بجيوش وكانت قوة وخد من المماليك إمارة ذي القار. لكن المماليك ما كانوش ساكتين، مع السلطان الغوري جايين لمواجهة العثمانيين، واتهزم المماليك وتحولت الشام في الفترة دي لولاية عثمانية. هيسكت سليم الأول؟ مش هيسكت، هيكمل ويجي ورا المماليك. بعد لما ينسحب المماليك لمصر علشان يدافعوا عن مصر، هيجي وراهم السلطان سليم الأول علشان يتقابلوا مرة تانية في منطقة اسمها صحراء العباسية، ودي منطقة قريبة من القاهرة، في معركة المرة دي هنسميها معركة الريدانية. معركة ايه؟ الريدانية. طبعا قائد الجيش العثماني هو برضه نفسه السلطان سليم الأول، لكن قائد جيش المماليك في الفترة دي هنسميه طومان باي. اسمه ايه؟ طومان باي. اسمه طومان باي. يبقى اتحركت جيوش الدولة العثمانية على صحراء العباسية علشان هتواجه المماليك في معركة الريدانية.
في الفترة ديت كان سلطان المماليك هو مين؟ طومنبا. لما يتقابل الفريقين، انا مفرجك على وضع دولة المماليك، انت كده المفروض عارف النتائج بتاعة المعركة. 1 هزيمة طومان باي وانتصار السلطان العثماني سليم الأول. 2 تحولت مصر ولاية عثمانية وانتهاء دولة المماليك. انتهت خلاص دولة مين؟ المماليك. يبقى نتائج مهمة جدا ونتائج خطيرة قوي قوي في الفترة دي. يعني سليم الأول ما سابهمش في مرج دبق ومشي، ولا سيطر على الشام بس ورجع، لا، ده جه وراهم لحد ما دخل لمصر ووصل لصحراء العباسية قريبة من القاهرة، وحصلت معركة تانية اسمها معركة الريدانية، وطومان باي حارب سليم الأول واتهزم. حارب سليم الأول وإيه؟ واتهزم وخسر ولاية مصر. فلما اتهزم طومان باي، مصر بدل ما كانت دولة مستقلة بتحكم دول تانية، هتبقى ولاية صغيرة جزء من الدولة العثمانية. فده فرق كبير قوي. يعني ايه؟ يعني مصر كانت دولة بتحكم دول تانية، هتتحول لنقطة ولاية جوه الدولة العثمانية. يعني عامل زي ما يكون دولة تحولت لمحافظة، دولة بتحكم محافظات اتحولت لمحافظة. فدوت وضع سيء جدا. وانتهت كمان دولة المماليك. انتهت ايه؟ دولة المماليك. مش هنسمع عن المماليك غير ان هم بعد كده هيبقوا جزء بيحكموا وبيساعدوا الدولة العثمانية في الحكم وبيستفيدوا منها على حساب المصريين. طب ايه هي الاسباب اللي هتخلي المماليك ينهزموا؟ ايه هي الاسباب؟ انت طبعا متوقع الاسباب جدا. اول حاجة ان دولة المماليك مفيش استقرار داخلي، وكل شوية صراع على الحكم، وكل شوية فتن، وكل شوية ثورات. تاني حاجة هي التفوق العسكري للجيش العثماني. الجيش العثماني بيستخدم أسلحة حديثة، أسلحة متطورة، بيستخدم أساليب قتال جديدة المماليك ما يعرفوش عنها أي حاجة. واحد ببندقية داخل لي قصاده واحد راكب حصان وماسك سيف في إيديه. تخيل أنت اللي هيحصل. أنا هسيب خيال. أنا داخل عليك بحصان وسيف، وأنت ماسك لي مسدس، بندقية، مدفع. إيه اللي هيحصل؟ طبعا ابو سيف قبل ما يقرب وقبل ما يفكر في الهجوم اصلا هيكون التاني خلاص خلص عليه وشطبه هو و100 واحد تاني جنبيه. فالنتيجه كانت محسومه، لان اول حاجه ان مفيش استقرار داخلي جوه دوله المماليك. تاني حاجه استخدام العثمانيين لاساليب القتال والاسلحه الحديثه والاسلحه الايه؟ المتطوره. الوضع هنا بيختلف، فبيترتب على النتائج ديت، نتائج هزيمه المماليك، نتائج مهمه قوي، نتائج خطيره قوي. نكتبهم مع بعضينا كده. ايه هي النتائج الخطيرة؟ اول حاجة انا لسه قايل لك عليها. رقم 1 تحولت مصر من دولة مستقلة لولاية عثمانية. يبقى اول نتيجة ترتبت على هزيمة المماليك ان مصر اتحولت من دولة مستقلة لولاية ايه؟ عثمانية. رقم 2 انتقلت خلافة العالم الإسلامي من مصر، انتقلت للدولة العثمانية. أصبح الخليفة اللي بيحكم العالم الإسلامي كله هو الخليفة العثماني اللي اسمه سليم الأول، وأعلن نفسه هو الحامي الوحيد للحرمين. الحرمين الشريفين أصبحوا مسؤولية سليم الأول، وهو الحامي الوحيد لكل الرعايا المسلمين اللي موجودين في العالم. يعني هو حاكم كل المسلمين اللي موجودين في العالم. كل ده بسبب هزيمة المماليك. والنتيجة الثالثة سيطر العثمانيين على العالم الإسلامي من الشرق والغرب، من كل حتة، كل نقطة، كل شبر في العالم الإسلامي أصبحوا تحت سيطرة الدولة الإيه؟ أصبحوا تحت سيطرة الدولة العثمانية. يبقى النتائج اللي ترتبت على هزيمة المماليك: رقم 1 تحولت مصر من دولة مستقلة لولاية تابعة للدولة العثمانية.
انتقلت زعامة العالم الإسلامي للدولة العثمانية، وأصبح سليم الأول هو الحامل والمسؤول عن الحرمين الشريفين، مسؤول عن الحج، مسؤول عن العمرة، مسؤول عن أي حاجة تبع الحرمين الشريفين، وهو الحامل الوحيد لكل الرعايا المسلمين اللي موجودين في العالم. النتيجة الثالثة، قلنا إن سيطرة الدولة العثمانية وسيطر العثمانيين على كل العالم الإسلامي، سواء كنت في الشرق سواء كنت في الغرب، فأنت أصبحت جزء من الدولة العثمانية. خلينا نغني الجزئية ديت قبل ما نبص على أوضاع مصر تحت سيطرة وتحت حكم العثمانيين. ويكمل السلطان في طريقه لمصر كمان، والمعركة الجاية هي معركة المريدانية. المماليك المرة دي بقيادة تومان باي، وانهزم المماليك مرة تانية وتحولت مصر لولاية عثمانية. أسباب الهزيمة هي عدم استقرار دولتي المماليك واستخدام الأسلحة البدائية، لكن العثمانيين استخدموا الأسلحة المتطورة، أسلحة متطورة وأساليب القتال الحديثة. العثمانيين كانوا مستخدمين الأسلحة المتطورة وأساليب القتال الحديثة. طيب ده سبب مقنع جدا إن الدولة العثمانية هي اللي تنتصر، يعني مفيش حاجة أكتر من كده، سبب مقنع أوي أوي أوي. طيب مصر بقى كانت عاملة إزاي أيام حكم العثمانيين؟ عايزين نشوف بقى العثمانيين دول لما حكموا مصر، مصر هتكون عاملة إزاي؟ حالة مصر هتكون عاملة إزاي؟ عايز أديلك فكرة عامة عن شكل الحكم في مصر. العثمانيين هيحكموا مصر حوالي 4 قرون، يعني فترة تقريبا حوالي 400 سنة. في ال 400 سنة دولت مصر هتتحول فيهم لولاية معزولة، يعني هيعزلوا مصر عن كل المؤثرات الحضارية وكل الأفكار الثقافية اللي هتكون موجودة في أوروبا واللي هتطلع في الوقت ده. يعني العالم كله هيبقى ماشي في ناحية، والعالم كله بيتقدم والدنيا بتتقدم والدنيا بتبقى أسهل، ومصر واقفة زي ما هي من أول يوم وصل العثمانيين لحد ما هيمشوا. فأنت هنا بتتكلم عن دولة معزولة، أي حد لو فكر يتعزل ويعيش لوحده في العالم مش هيقدر إن هو يعيش. فلما مصر تتحول لولاية معزولة هتشوف الجهل والجمود والتخلف وكل حاجة سيئة هتنتشر في مصر في الفترة دي. فأنا دلوقتي هديك فكرة إن أي نشاط هقول لك موجود في مصر قول لي إن هو أيام الدولة العثمانية كان متأخر من غير ما تفكر. يعني لو قلت لك تقدمت الزراعة، لو غلطت وقلت الكلمة دي قول لي لا أنت بتتكلم غلط، لا الزراعة اتأخرت، التجارة اتأخرت، الصناعة اتأخرت، كل حاجة اتأخرت. طب العثمانيين كانوا بيحكموا مصر إزاي؟ هيئات الحكم العثماني كانت متقسمة ل4 أجزاء. أول واحد والراس الكبيرة بتاع الحكم العثماني في مصر اللي بيعينوا السلطان يكون بداله. يعني إيه؟ السلطان مش هو بيقعد يلف على الولايات بتاعته كلها، لا هو بيعين على كل ولاية شخص يكون هو المسؤول عنها. فهو عين على الولاية بتاعت مصر هنا شخص اسمه الوالي. اسمه إيه؟ الوالي. الوالي بيساعده حاجة اسمها الديوان، والديوان هنا اسمه ديوان القاهرة. بيساعدهم كلهم حاجة اسمها الحامية العسكرية، الفرقة العسكرية اللي المفروض بتدافع عن الدولة وبتدافع عن الولاية اللي هم موجودين فيها. رابع حاجة هي إدارة الأقاليم، اللي هي المحافظات الموجودة جوه مصر، الناس اللي مسؤولين عنها. فهيئات الحكم العثماني قد إيه؟ 4. الوالي ده اللي بيعينه السلطان العثماني، الديوان ده اللي مسؤول عن ان هو يساعد الوالي ويشوف الوالي وياخدوا رأي بعض ونعمل ايه نساعد بعضنا. الحامية العسكرية ده اللي مسؤول عن الامن والنظام اللي موجود في الولاية كلها، الجيش اللي مسؤول عن الامن جوه الولاية وبيدافع عن الولاية لو حد من بره حب يهجم عليها. إدارة الأقاليم الناس اللي هي مسؤولة عن المدن بقى اللي موجودة جوه الولاية ذات نفسها. مش عايزك تعرف أهداف وعمل كل واحد منهم، عايزك تعرف أساميهم بس عايزك تعرف إيه؟ ان النظام ده يا جماعه النظام كان ضعيف. مش انا قلت لك اي حاجه اقول لك عن الدوله العثمانيه تقول لي كانت ضعيفه؟ النظام ده كان نظام ضعيف. فانا لما اقول لك صح ولا غلط، حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه عوامل ضعفه. يعني نظام الحكم العثماني كان شايل جواه الاسباب اللي بتخليه ضعيف، الاسباب اللي بتخليه ايه؟ ضعيف. والدوله العثمانيه كانت عارفه، بس هي كانت سايبه مصر تبقى ضعيفه. الاسباب اللي بتخليه ايه؟ ضعيف. طب ايه هي الاسباب اللي بتخليه ضعيف؟ قال لك أول سبب هو قصر مدة حكم الوالي. الوالي بيحكم يعني يوم ما يطول قوي إما سنة
ل3 سنوات، ما يطولش عن كده. طب 3 سنوات ده بالنسبه للوالي ما يعملوش حاجه. يعني الوالي اصلا اول ما يجي ويقعد ويفهم الدنيا ويعرف الحوار داير على ايه والبلد دي ماشيه ازاي، ويبدا يعمل نظام يخلي لو هو عايز البلد تتقدم، هيكون عدى ال3 سنين. فهو عقبال ما يجي ويبدا يعمل الخطه 3 سنين خلصوا، يمشي. يجي واحد يبدا من اول وجديد ويجي من جديد ويعمل خطه جديده، عقبال ما يجي ينفذها امشي، غيره يلحق امشي 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 امشي. فبالتالي هنقعد طول حياتنا بنحط خطه. طب حد بينفذها؟ محدش بيلحق ينفذ حاجه، ال3 سنين خلصوا، ما بيلحقش. يبقى اول سبب بتخلي الدوله العثمانيه ضعيفه في مصر بسبب قصر مده حكم الوالي ما بيلحقش يحكم. طيب انا قلت لك ان وظيفه الديوان والحمايه العسكريه ان هم بيساعدوا الوالي ان هو يحافظ على الولايه. طب الديوان والحمايه العسكريه ايه رايك ان سلطتها اصلا زادت عن سلطه الوالي؟ يعني اصبح الوالي الناس المساعدين بتوعه سلطتهم اصلا بقوا اعلى منه، ما بقاش قادر يمشي كلامه عليهم. ده لدرجه ان هو معلومه ليك ان الحمايه العسكريه والديوان هتوصل عليها وقت هتعزل الوالي نفسه، الوالي مش عاجبهم مش عايزينهم انهم شايلينه وجايبين واحد مكانه. فاذا ان الوالي مده حكمه ضعيفه ما بيلحقش يعمل حاجه. تاني حاجه الديوان والحمايه العسكريه سلطتهم بيعلوا عليه فبيخلوه هو ضعيف اكتر، حتى لو عايز يعمل حاجه ما بيعرفش لان هم دول سلطتهم اعلى منه. فده الاسباب اللي هتخلي نظام الحكم العثماني ضعيف. طب بسبب الضعف دوت يجي المماليك. الناس المماليك اللي متبقيه وعايشه في مصر لسه عايشين في مصر زي ما هم، فاستغلوا فرصه الضعف بتاعه الدوله العثمانيه وبداوا يعملوا حاجه اسمها ايه؟ حركات استقلاليه. يعني ايه بقى حركات استقلاليه؟ يعني هنا يبدا المماليك يحاولوا يستقلوا عن الدوله العثمانيه ويرجعوا الدوله الاساسيه بتاعتهم اللي هي اسمها دوله المماليك. ده كل ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب ضعف الدوله العثمانيه. البكوات الالقاب، يعني المملوكي اسمه كانوا بياخدوا القاب اسمها البكوات. فالبكوات المماليك طمعوا ان هم يستغلوا فرصه ضعف الدوله العثمانيه ويستقلوا في مصر اسمها حركات الايه؟ الاستقلاليه. فاشهر حركه للاستقلال عن الدوله العثمانيه هي حركه علي بك الكبير. اسمه ايه؟ علي بك الكبير. اهو بكوات ليه؟ بسبب كلمه بك دي، بك وبك 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 يبقى ايه؟ يبقى اسمه بكوات. طيب فاذا اول شخص بدا من المماليك يطمح ان هو يستقل عن الدوله العثمانيه اسمه علي بك الكبير، وفعلا بيعلن استقلاله عن الدوله العثمانيه وبيستقل عن الدوله العثمانيه وبيسيطر على الشام وبيتحالف مع شخص حاكم جنوب الشام. في الفتره دي كان اسمه الشيخ ظاهر العمر. اتحالفوا هما الاثنين مع بعض عشان يستقلوا عن الدولة العثمانية. طيب وبعد ما الشخص اتحالف معاه سيطر على الشام وبعد جنوده كمان يسيطروا على دمشق ونجح في الكلام ده وعمل قلبان كتير قوي في الدولة العثمانية وكان هينجح فعلا. بس اللي هيوقعه خيانة. قلت لك من البداية ايه؟ المماليك كلهم شايفين ان هم يستحقوا الحكم. فعلي بيك الكبير وصل للحكم، المماليك اللي معاه شايفين ان هم يستحقوا اكتر منه ويستحقوا احسن منه هو بنفسه. فهمت الكلام ولا ما فهمتش الكلام؟ فهيتعرض للخيانه من مين؟ هيتعرض للخيانه من واحد من المماليك، ان هم اصلا موضوع النزاع على السلطه ده بدمهم من زمان، كل واحد فيهم عايز يوصل للسلطه. فلما واحد فيهم يلاقي فرصه انه يوصل للسلطه مش هيضيعها. طيب هو دلوقتي هيسيطر على المناطق دي ازاي؟ عن طريق ان هو بعت جيوش. طب مين كان قائد الجيوش؟ شخص اسمه محمد بك ابو الدهب. محمد بك ابو الايه؟ ابو الدهب. يبقى ظهرت حركه استقلاليه عن الدوله العثمانيه بقياده شخص اسمه علي بك الكبير. كان شيخ البلد في مصر وهو اللي بيحكم مصر، حاكم مصر في الفتره دي من المماليك كان اسمه شيخ البلد. فهو كان بيحكم مصر وتحالف مع شخص اسمه الشيخ ظاهر العمر حاكم جنوب الشام ان هم يستقلوا عن الدوله العثمانيه.
فبدأ يبعت جيوش عشان ياخد ممتلكات الدولة العثمانية، وخد دمشق فعلا. الجيوش بتاعته كانت بقيادة محمد بك أبو الدهب. محمد بك إيه؟ أبو الدهب. محمد بك أبو الدهب هينحاز للسلطان العثماني ويميل لجانب السلطان العثماني. ليه؟ لأن السلطان العثماني وعده لو أسقط حركة علي بك الكبير الاستقلالية ورجع مصر تاني للدولة العثمانية، هيخليه هو يحكم مصر تحت منصب اللي أنا لسه بقول لك عليه، شيخ البلد. شيخ إيه؟ شيخ البلد. هنا فعلا يقع محمد بك أبو الكبير في الخيانة، ويخون محمد بك أبو الدهب قصدي في الخيانة، ويخون الراجل اللي اداله الجيوش بتاعته وساعده اللي هو اسمه علي بك الكبير، ويرجع تاني لمصر. يعني شوف بقى، هيرجع لمصر بالجيوش بتاعت علي بك الكبير علشان يقضي على علي بك الكبير، وهينجح فعلا ان هو يقضي، وهو اللي هيتولى حكم مصر تحت لقب شيخ البلد. يعني محمد بك ابو الدهب هيوصل لمشيخة البلد او شيخ البلد عن طريق ان هو هيخون سيده علي بك الكبير. يبقى علي بك الكبير اتحالف مع ظاهر العمر عشان يعملوا حركة استقلالية عن الدولة العثمانية، وهينجح فعلا علي بك الكبير انه يستقل، وهيبعت جيوش ويسيطر على دمشق بقيادة محمد بك أبو الدهب. لكن محمد بك أبو الدهب بعد سيطرته على دمشق وفي الشام هيعمل اتفاق مع السلطان العثماني إن هو يسقط حركة علي بك الكبير الاستقلالية ويرجع يحكم مصر ويكون هو شيخ البلد. بالفعل محمد بك أبو الدهب هيوافق وهيخون علي بك الكبير، وبكده تكون انتهت أو فشلت أول حركة استقلالية. بسبب ايه السبب اللي خلى اول حركه استقلاليه تفشل؟ خيانه محمد بك ابو الدهب. سبب مين؟ سبب خيانه محمد بك ابو الدهب، وهو رجع فعلا يحكم مصر بمنصب او بلقب شيخ البلد. طيب كلمني بقى عن المجتمع، الاقتصاد، الحاجات دي عامله ازاي؟ اول حاجه هكلمك عن الاقتصاد. ان الاقتصاد ايام الدوله العثمانيه كله اتبنى على نظام اسمه نظام حق الانتفاع. اهو ده اول حاجه في الاقتصاد اللي انا بكلمك عنها هي الزراعه. الزراعه اتبنت على نظام اسمه ايه؟ نظام حق الانتفاع. وحق الانتفاع ده بيقول ان كل الملكيه للسلطان العثماني. يعني ايه؟ يعني كل الاراضي اللي موجوده جوه الدوله اللي موجوده جوه مصر كلها ملك السلطان العثماني. طب الناس لو عايز تزرعها تاخدها تزرعها باسم حق الانتفاع، تزرعها وتدفع الضرائب. تزرعها مقابل ان هي تدفع ايه؟ تدفع الضرائب. بس الشخص وهو بيزرعها كده مثلا، هل حب ان هو يبيعها يتصرف فيها جات له مصلحه؟ ما ينفعش. ملهوش حق التصرف في الارض لان هي مش ملكه، هي ملك مين؟ السلطان العثماني بالحق اللي اسمه حق الايه؟ الانتفاع. يبقى اعتمدت الزراعه في بدايه الدوله العثمانيه على نظام اسمه نظام حق الانتفاع. نظام حق الانتفاع ده بيقول ان كل الاراضي ملك لمين؟ ملك للسلطان العثماني. طب هي ملك للسلطان العثماني، الناس اللي هتزرعها بحق الانتفاع دي المفروض تعمل ايه؟ تدفع الضرائب فقط. طب الشخص اللي هيزرع ده هل ليه حق التصرف في الارض؟ ينفع يتصرف في الارض؟ للاسف لا، ما ينفعش، لانها ملك السلطان العثماني. بعد لما تضعف الدوله العثمانيه هيظهر عندنا نظام تاني اسمه نظام الالتزام. نظام الايه؟ الالتزام. اصبحت الدوله العثمانيه ضعيفه لدرجه ان هي ما بقتش بتقدر تجمع الضرائب من الفلاحين زي الاول، فتبدا تجيب ناس تخليهم هم يدفعوا الضرائب بدل منها. ازاي بقى؟ انا كدوله عثمانيه ايه اللي يهمني ان انا اخده من مصر؟ يهمني مثلا ان انا اخد من مصر كل شهر 1000 جنيه، صح كده؟ الدوله العثمانيه بقى هتبدا تلاقي حل عشان ما تتعبش نفسها. بدل ما انا كدوله عثمانيه ابعت كل شهر ناس وموظفين ادفع لهم رواتب ويجيبوا لي 1000 جنيه، ركز، يعني الناس الموظفين هيلموا من مصر 1000 جنيه، هتطلع من ال1000 جنيه الرواتب بتاعتهم، فاذا ال1000 جنيه خس شويه. فانا اجيب واحد يدفع لي انا ال1000 جنيه وينزل هو يلمه من الناس بمعرفته. يعني هتجيب واحد بنظام الالتزام هتسميه الملتزم. الملتزم دوت هيقوم دافع للدوله العثمانيه قبل اي كلام قبل اي حاجه الضريبه بتاعت مصر كلها، مقابل ان الدوله العثمانيه هتسيبه هو بقى ينزل يلم الضرائب دي من الناس بقى بالمكاسب بتاعته، يظبط هو بقى وتديله حته ارض زياده وتديله، هتروق عليه. فاذا نظام الالتزام ده عباره عن ايه؟ عباره عن، قلت لك ان شخص، ده باختصار بسيط قوي،
بيدي الدوله العثمانيه الضرائب ويرجع هو يروح يلمها من ايه؟ يلمها من الناس. طيب يبقى في البدايه لما الدوله العثمانيه كانت قويه شويه اعتمدت على نظام حق الانتفاع وهي بتلم الضرائب بتاعتها بنفسها. لكن لما ضعفت الدوله العثمانيه اتطبق نظام اسمه نظام حق الالتزام وبقى فيه ملتزمين هم اللي بيلموا الضرائب. لكن النظام دوت والزراعه بشكل عام انا قلت لك قبل ما اسالك اقول لك قويه ولا ضعيفه، انت عارف هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان الزراعه كانت عامله ازاي؟ تقول لي الزراعه كانت ضعيفه. طيب الزراعه كانت ضعيفه ليه؟ اول حاجه بسبب رقم واحد كثره الضرائب على الاراضي الزراعيه، وكمان تعسف الملتزمين في جمعها. يعني ايه؟ يعني الضرائب اللي المفروض على الاراضي الزراعيه كانت ضرائب كتير. ضرائب ايه؟ ده في الطبيعي ايام نظام الانتفاع كانت كتير. لما جه الالتزام وجه الملتزمين الضرائب بقت اكتر، والملتزم بيلم الضريبه بالمكسب بتاعه، وهو دفع فلوس الدوله العثمانيه عايز يكسب، فياخد الضرائب وفلوس تانية ومفيش رحمه. الارض انتجت، الارض ما انتجتش هتدفع. الارض انتجت ما انتجتش ايه؟ هتدفع. يبقى بسبب كثره الضرائب وتعسف الملتزمين في جمعها، الملتزمين بيجمعوها بشكل اكبر وبطريقه صعبه شويه ان الناس تستحملها. وبسبب كمان ايه؟ اهمال الطبقه الحاكمه لنظم الري وبناء الجسور وحفر الترع والسدود. يعني كل نظم الري الحديثه اللي احنا هنعملها علشان نزود الانتاج الدوله ما بتعملناش منها اي حاجه. فبالتالي ايه؟ كل شويه مساحه الارض الزراعيه عماله تقل والميه تقل ومفيش ري، مفيش طرق، مفيش سدود، مفيش اي حاجه. فالدوله العثمانيه الزراعه عماله تقل والضرائب بتزيد، الزراعه بتقل الضرائب بتزيد، فبالتالي الناس ما بقتش تزرع، فبالتالي تدهورت جدا الاراضي الزراعيه. يبقى بسبب كثره الضرائب وتعسف الملتزمين في جمع الضرائب، وبسبب اهمال الطبقه الحاكمه لنظم الري والسدود والترع. طب كلمني عن الصناعه. الصناعه في الدوله العثمانيه كانت عامله ايه؟ الصناعه في الدوله العثمانيه حالها زي حال الزراعه. انا قلت لك لازم تبقى فاهم ولازم تبقى عارف. ايه اللي حصل؟ اول لما جه السلطان العثماني لم كل العمال والصناع والحرفيين الموهوبين والشاطرين اللي موجودين في مصر وراح واخدهم وطالع بيهم على الاستانه عاصمه الدوله العثمانيه. اشتغلوا هناك بقى والدوله العثمانيه هي اللي تستفاد منهم هناك، ومصر بقى هنا تخبط دماغها في الحيط. فاذا باظت الصناعه في مصر بسبب ايه؟ لان السلطان العثماني او الدوله العثمانيه جمعت كل العمال والصناع الحرفيين الماهرين وارسلتهم للاستانه عاصمه الدوله العثمانيه. فده ناس شاطره وناس موهوبه، لما تروح الاستانه عاصمه الدوله العثمانيه هتبدا تصنع وهتبدا كمان تطور من شغلها وتطور من الصناعات اللي هم عارفينها والصناعات اللي هم حريفه فيها. في نفس الوقت احنا بقى عندنا هنا في مصر الناس الصنايعيه اليدويين، الناس اللي هم صناعتهم على قدهم، الناس يعني التعبانين بما معناه. فان قاعد عندنا التعبانين فطبعا الصناعه هتبقى صناعه يدويه وصناعه رديئه، كمان الجوده بتاعتها جوده ايه؟ رديئه. يعني يدويه بسيطه بتاخد وقت كبير، وبعد لما تطلعها يطلع لك منتج اي كلام، منتج مش نافع اساسا، منتج وحش، الجوده بتاعته جوده رديئه وجوده بسيطه. يبقى اول حاجه اتدهورت الصناعه بسبب ارسال امهر الحرفيين والصناع المصريين للاستانه عاصمه الدوله العثمانيه. ده ادى الى ايه؟ ادى الى تدهور الصناعه، وان الصناعه اصبحت يدويه بسيطه وبجوده رديئه. جوده يعني حتى لو في صناعه فالجوده بتاعتها رديئه، اصلا صناعه ما تنفعش لاي حد، ما ينفعش تعمل بيها اي حاجه. طيب كلمنا عن التجاره. انت عرفت بقى التجاره عامله ازاي؟ التجاره ضايعه في الضياع. طب التجاره الداخليه. التجاره الداخليه ما ينفعش يكون في تجاره داخليه. ازاي ما ينفعش يكون في تجاره داخليه؟ اصل انت هتبيع وتشتري ايه؟ اما منتجات جايه من الزراعه، اما حاجات جايه من الصناعه. فالزراعه زي ما انت شايف والصناعه زي ما انا لسه قايل، فبالتالي اصبح اصلا ما فيش منتجات. يبقى اتدهورت التجاره الداخليه بسبب تدهور الزراعه، بسبب تدهور الصناعه. هنفترض ان انت واحد لقيت منتج مثلا صناعي او منتج زراعي وخدت المنتج دوت علشان تروح تبيعه. مفيش امن في البلد، مفيش حد يحفظ الامن ويحافظ على الامن ويضمن لك ان انت هتوصل لحد السوق اللي هتبيع فيه ده سليم. وبسبب غارات البدو كمان المتلاحقه، كل شويه يطلع عليك قطاع طريق ياخدوك بقى، يقتلوك، ياخدوا المنتجات اللي معاك، ياخدوا اي حاجه من الحاجات اللي موجوده معاك. فاذا اصبحت دلوقتي زي ما بقول كمان حتى الدوله اهملت الطرق البريه، حتى ما فيش طريق ان انت تمشي عليه. يبقى اذا تدهورت التجاره بسبب تدهور الزراعه والصناعه،
وبسبب افتقاد الامان، مفيش امان، ما تقدرش تمشي لوحدك كده اصلا، لازم يكون معاك جيش عشان يامن لك الحاجه بتاعتك ديت من الحراميه اللي الدوله سايباهم. تالت حاجه، لو حتى معاك بضاعه وهتعرف تامنها، مفيش طرق، الدوله اهملت الطرق البريه بسبب اهمال الطرق البريه، مفيش طريق تمشي عليه اساسا. وحتى لو مشيت هيطلع عليك كل شويه غارات للبدو والحراميه واللصوص، وكل شويه هتعرض نفسك لمشاكل كتير قوي. فالناس عملت ريحت دماغها ووقفت تجاره داخليه اساسا. طب التجاره الخارجيه، طيب الحاجات اللي هنجيبها من بره، طيب نشتري منتجات من بره طالما احنا ما عندناش منتجات جوه. برضه هتتدهور التجاره الخارجيه بسبب السبب اللي اضعف دوله المماليك اساسا، لان كل طرق التجاره اتحولت من مصر لطريق راس الرجاء الصالح. فاي حد كان بيعدي عندنا منتجات علشان يبيعها بقى يمشي في راس الرجاء الصالح ويبيع، يروح يبيعها في الهند. اي حد يجي يشتري من عندنا بقى يمشي في راس الرجاء الصالح ويروح يبيع او يشتري منين، من الهند. فبالتالي ما بقاش في تجاره بسبب ان طريق التجاره خلاص ما بقاش حد سفن لا بتيجي عندنا ولا سفن بتروح. الطريق بتاعنا خلاص ما بقاش حد بيروح ولا حد بيعدي فيه ولا بقى ليه لازمه. فاتدهورت التجاره بشكل كبير قوي بسبب تحول طرق التجاره من مصر الى طريق راس الرجاء الصالح. وبسبب كمان الامتيازات اللي بتديها الدوله العثمانيه للاجانب. يعني اي تاجر اجنبي حب ان هو يتاجر في مصر، الدوله العثمانيه هتديله تسهيلات ما تديهاش للشخص المصري. يعني انا مثلا كواحد مصري اشتريت بضاعه من بره مثلا ب 1000 جنيه، هبيعها هنا مثلا بكام؟ هبيعها ب 1200 جنيه، صح؟ طيب تمام. الدوله العثمانيه تاخد ضريبه كام مثلا من ال 200 جنيه المكسب؟ هتاخد مني مثلا 50 جنيه مثلا، يبقى انا مكسبي 150. الناحيه الثانيه اشترى بضيع ب 1000 جنيه، هيبيعها زي ب 1200، الدوله العثمانيه تاخد منه ضريبه مش تاخد منه حاجه، فبالتالي مكسبه هيبقى ال 200 جنيه صافي، فهو كده احسن مني. طيب امتياز تاني برضو الدوله العثمانيه ادته، الدوله العثمانيه بتخليني انا كمصري ادفع جمارك كتير. يعني هدفع على 1000 جنيه مثلا 300 جنيه. فانا لما اجي ابيع المنتجات بتاعتي مش هبيعها على انها ب 1000 جنيه، انا هبيعها على انها ب 1300 جنيه، صح ولا لا؟ الناحيه الثانيه الدوله العثمانيه ما فرضتش عليه جمارك، فهو جاب ب 1000 وانا جبت ب 1000. انا هبيع غالي علشان دفعت جمارك كتير، هو هيبيع رخيص عشان ما دفعش جمارك. فالناس هتروح تشتري من مين؟ الناس هتروح تشتري من التاجر الاجنبي لان حاجته رخيصه. فانا كتاجر مصري خلاص ما هجيب الحاجات دي، خسرت فيها مش هجيبها تاني، وقفت بقى. يبقى بسبب برضو الامتيازات الاجنبيه اللي ادتها العثمانيين لمين؟ للاجانب. طب شكل المجتمع، الطبقات الحاكمه، هنلاقي ان المجتمع العثماني هيتقسم لطبقات على شكل الهرم، مكونه من طبقتين. طبقه الحكام، الناس اللي بتحكم، ودي من الاتراك والمماليك، دول اللي بيحكموا البلد، دول اسياد البلد، لان انا قلت لك بيحكم البلد شيخ البلد، ده كان واحد من مين؟ واحد من المماليك. والطبقه الثانيه اسمها طبقه المحكومين، وطبقه المحكومين دي فيها ناس حالتها الى حد ما متوسطه تقدر ان هي تعيش، وناس ثانيه ضايعه خالص رايحه في داهيه. طب الناس اللي هي تقدر ان هي تعيش اللي هي مين؟ الطبقه المتوسطه، العلماء، المشايخ، كبار التجار. الناس اللي حياتها متدمره خالص وما فيش منها امل، الناس بقى اللي هم ايه؟ عامه الشعب، الناس الفلاحين، الناس اللي هم صغار الحرفيين اللي انا قلت لك عليهم، اللي اتبقوا اصلا من الصناعه بعد ما خدوا الناس وسفروهم الستانه. دي الناس اللي موجوده في طبقه المحكومين. يبقى اتراك ومماليك دي طبقه الحكام. محكومين بتتقسم لنصين، طبقه متوسطه حالتها متوسطه، العلماء والمشايخ. طيب طبقه عامه بقى، الناس اللي هي في الضياع خالص، دي عامه الشعب، الفلاحين، صغار الحرفيين. طيب في الاوضاع دي بقى انا عايز اتكلم عن الحياه الثقافيه والحياه الفكريه. الناس اصبحت بتفكر ازاي؟ الدوله العثمانيه قلت لك هي حولت مصر لولايه معزوله. يعني اي اكتشافات علميه جديده، اي حاجات تم اكتشافها، اي تطورات، اي حاجه، مصر بعيد ما بتوصلش لمصر، ما فيش اي حاجه منها بتوصل لمصر. فالوضع في مصر اصبح جامد، يعني ثابت زي ما هو، الانسان ما بيتطورش. انت حتى دلوقتي بيقول لك لازم تتعلم عشان تطور من نفسك، تعرف حاجات جديده، تتعلم حاجه، ما تفضلش واقف في مكانك ثابت زي ما انت. فالوضع في مصر اصبح جامد ثابت في مكانه وبيتخلف كمان، يعني الوضع عمال يرجع يزيد ويزيد سوء يزيد سوء. يعني احنا يا ريت يفضل ثابت في مكانه، بس لا، ده بنرجع لورا. يعني الناس كلها بتتقدم لقدام وبتكتشف اكتشافات علميه وتطلع لقدام، احنا عمالين ايه؟ نرجع لورا. فانتشر الجمود وانتشر التخلف، الناس كلها بقت متخلفه عن كل العالم اللي موجود. متخلفه هنا مش شتيمه، متخلفه هنا يعني متاخره، العالم كله قدام واحنا ورا.
يعني هنا تخلف، يعني في الخلف. طيب ده حصل بسبب ايه؟ يعني الجمود والتخلف ده حصلوا بسبب ايه؟ قلت لك بسبب العزله اللي فرضتها الدوله العثمانيه على مصر. طب ايه هي العلوم بقى اللي هتكون موجوده، او ايه النتائج اللي تترتب على الكلام ده؟ اول حاجه احنا هنهمل كل العلوم الطبيعيه وكل العلوم العقليه. اي حاجه ليها علاقه بالطبيعه، طب، فلك، فيزياء، كيمياء، اي حاجه من الحاجات دي احنا هنهملها. هنهتم بس بالعلوم الشرعيه، علوم الدين. هنعلم الناس الدين بس. طب هل علوم الدين يكفي لوحده؟ ما يكفيش. لازم عشان الدوله تتطور يكون في عالم الدين، يبقى في الدكتور، يبقى في المهندس، يبقى في الصيدلي، يبقى في ناس كلها تساعد بعضيها. لكن الدوله كلها علماء دين ده مش هينفع. فاذا اهملت كل العلوم العقليه والعلوم الطبيعيه واهتمنا بس بالعلوم الشرعيه. وطبعا مفيش تنوع، فبالتالي مفيش تقدم. العلوم الشرعيه ماشي بتتقدم. طب الناس لو تعبت مين اللي يكشف عليها؟ الناس لما تعوز تبني حاجه مين اللي هيبني لها؟ الناس لما تروح تتعلم ماده مين اللي هيعلمها؟ فبالتالي كل العلوم العقليه اهملت. طيب وده كمان هيؤدي الى تدهور الحياه الادبيه. اصبحت مفيش اي حياه ادبيه، مفيش كتابات، مفيش قصص، مفيش كتب، محدش بيكتب حاجه. كل دوت هيؤدي وهيرمينا في حجر الدجل والشعوذه والخرافات. الناس تبدا تتجه للسحر. يبدا بقى يقول لك المندل، يبدا يقول لك انا هعرف لك مستقبلك، جرد المطلقه، الحبيب، كلام العبيط اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي ده. وتنتشر كمان الخرافات. نبدا نسمع قصص وحواديت خرافيه الناس بتصدقها، بس حاجات مستحيل ان هي العقل يقبلها ومستحيل ان هي تصدقها. الناس بتصدقها ليه؟ لان الناس عقلها صغير، وقف عند حاجه معينه، ما كبرش، عقلها ما تطورش، وقفت. الدوله العثمانيه عزلتهم عن العالم، دمرت الثقافه بتاعتهم ودمرت الفكر بتاعهم بشكل غير عادي. فاصبح ده شكل المجتمع المصري وكميه التدهور اللي وصلت له مصر في الفتره ديت. هنبدا نشوف ان شاء الله في الدروس القادمه هل الكلام ده هيتم علاجه ولا هنفضل على كده. وده كان اخر درسنا النهارده في مصر بين المماليك والعثمانيين، ماده الدراسات الاجتماعيه للمرحله الاعداديه الصف الثالث الاعدادي. بنشرح طبعا دراسات اجتماعيه مرحله اعداديه كلها، تاريخ المرحله الثانويه كلها بما فيهم ثالثه ثانوي. ده كان نهايه درسنا النهارده. انا مستر كريم عز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.